مرحبا، السلام عليكم. شلونكم أصدقائي؟ وش أخباركم؟ قبل ما نبدأ الفيديو، اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو هو يوم العهد المعهود؟ وشنو هو يوم الولاية؟ وشنو هو عيد الغدير؟ شلون صار؟ ووين؟ وليش عطى بهذا اليوم؟ وشنو هو عيد الغدير؟ ظل ويا هذا الفيديو حتى تعرف كل شيء. عيد الغدير وهو عيد يحتفل به الشيعة كل 18 من ذو الحجة كل عام هجري، احتفالا باليوم الذي خطب به الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عين فيها الإمام علي وليا للمسلمين، حيث أعلن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خليفة للمسلمين من بعده الإمام علي أثناء عودتهم من الحج. يا حجة الوداع اللي هي آخر حجة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زين، ليش سموا هذا اليوم بعيد الغدير؟ طبعا العيد لأن مراسيم وتنصيب للخلافة فيعتبر هذا عيد، بس ليش سموا عيد الغدير؟ لأن بأثناء حجتهم اللي انتم تعرفوها حجة الوداع واثناء عودتهم للمدينة المنورة صارت هاي الخطبة بمكان يسمى غدير خان سنة 15 هجرية. وقد استدل الشيعة على أحقية الإمام علي بن أبي طالب بالخلافة والإمامة من بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني شنو؟ يعني قبلوا وشافوا هذا الشيء صح، ووقف الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يد الإمام علي ورفعها وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ويحتفلون الشيعة بهذا اليوم التذكاري، ويكون ثالث أعيادهم المباركة وأعظمها. شو وقت يصير هذا اليوم؟ بعد عيد الأضحى المبارك بأسبوع تقريبا. زين، شنو هو الغدير؟ عرفنا احنا عيد الغدير شنو وليش سموه هيجي، بس ما عرفنا شنو غدير خم. فالغدير في معجم اللغة العربية لو تروح وتدور عليها راح تلقاها هي مياه راكدة قليلة العمق يغادرها السيل. هسه عرفنا كل شيء. زين، يحتفلون بهذا اليوم بس الشيعة اللي بالعراق لو وين؟ لا، يحتفلون به الشيعة بكل بلدان العالم. مثلا الفاطميون في مصر وإيران تحتفل بهذا العيد منذ إسماعيل الصفوي من 907 هجرية لحد يومنا هذا. والشيعة اليزيدية في اليمن. أما العراق في النجف كل سنة يقوم حفل بهيج في الصحن العلوي المقدس من كل عام 18 ذو الحجة. يصير هنا احتفالات وتتجمع العالم وتتبارك بهذا اليوم. وبهذا اليوم أكل عديد من الأعمال، مثلا تقدر الصوم بهذا اليوم وتتبرك به ولك أجر وثواب، وتقدر تغتسل بهذا اليوم غسلة مباركة، وتقدر تقرأ زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، وتقدر تقرأ دعاء الندبة. وبهذا اليوم تهنئة المسلمين بعضهم لبعض ويقولون: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. ولهنا وينتهي هذا الفيديو. أتمنى استفادتوا من هذا الفيديو، وأتمنى استمتعتوا بهذا الفيديو وحبيتوه، وأتمنى تدعمني حتى نستمر بالمزيد إن شاء الله. حط لايك إذا عجبك الفيديو، وعلق تعليق حلو مثلك، وشارك هذا الفيديو بكل مكان حتى غيرك يستفاد مثل ما أنت استفاديت ويتعلم. وشكرا، في الله.